عمرك فتحت الكتاب وقعدت بالساعات وفي الآخر ما طلعتش بحاجة؟ بتبص في السطور بس ولا كلمة بتدخل دماغك؟ تمسك الموبايل تقول هريح دقيقة وتلاقي نفسك ضيعت ساعة، وبعدين تبص لنفسك وتقول أنا مالي؟ ليه أنا مش عارف أذاكر حتى وأنا عارف إن ده مستقبلي؟ مش لأنك كسول ولا لأنك مش قدها، بس لأن في حاجة جواك بتعطلك. خليني أحكي لك حاجة حصلت لي أنا. أهلا بيك في مساحتك الهادية. أنا إيمان، واللي هحكيهولك دلوقتي ممكن يكون حصل معاك أو بيحصل دلوقتي. خلونا نفك الشفرة سوا. كان قبل أول امتحان بيومين، كنت قاعدة على السرير، الكتاب مفتوح قدامي على نفس الصفحة من ساعة تقريبا. مش بقرأ، مش بستوعب، بس ببص، والموبايل في إيدي. كل شوية أفتحه وأقفله كأني بهرب من حاجة، بس مش عارفة أهرب فين. وفجأة بصيت على الساعة واستوعبت إن اليوم خلص وأنا تقريبا ما عملتش حاجة. ساعتها الإحساس كان تقيل جدا، لدرجة إني كنت عاوزة أعيط بس حتى مش قادرة. أصعب إحساس مش إنك تضيع وقتك، أصعب إحساس إنك تستوعب إنك ضيعته. كل الأفكار مرة واحدة. أنا عملت إيه في نفسي؟ ليه سبت كل ده يحصل؟ أنا كده خلاص فشلت؟ بس الحقيقة أصعب حاجة كانت جلد الذات. الإحساس ده مش بيخليك تذاكر، ده بيخليك تهرب أكتر، تهرب للنوم، للموبايل، لأي حاجة غير الحقيقة. ولو أنت حاسس بكده دلوقتي فأنت مش لوحدك. بس خليني أقولك الحقيقة اللي غيرت كل حاجة. أنت مش بتأجل المذاكرة، أنت بتأجل إحساس تقيل مش عايز تحس بيه. زي إيه؟ خوف إنك تذاكر وبعد كل ده تفشل، ضغط من كل حاجة حواليك مخلي دماغك يقفل، أو إنك مستني تبقى مثالي فمش بتبدأ أصلا. وهنا فهمت أهم حاجة، أنا مش محتاجة أكون مثالية، أنا محتاجة بس أتحرك. طيب نعمل إيه؟ خليني أقولك اللي عملته. بدأت غصب عني، حتى لو 10 دقايق بس. بطلت أحاول أذاكر صح، ذاكرت بأي طريقة، المهم أبدأ. قسمت المنهج سهل، متوسط، صعب، وبدأت بالسهل عشان أحس إني بعمل حاجة. دورت على المهم، امتحانات سابقة، أسئلة بتتكرر، ده كان الكنز الحقيقي. الموبايل برا الأوضة، مش عشان أبقى مثالية، عشان أقلل الهروب. كل ما أقول أنا فاشلة أرد أنا بحاول، وده كفاية. وبصراحة أنا ما خلصتش المنهج كله، بس دخلت الامتحان وأنا عارفة حاجة أحسن بكتير من إني أدخل وأنا صفر. في اللحظة اللي هتبدأ فيها هتعرف إن أصعب خطوة كانت البداية. يمكن ما تلحقش تعمل كل حاجة، بس تقدر تعمل حاجة، والحاجة دي ممكن تغير كل حاجة. المشكلة مش إنك ضيعت، المشكلة إنك تصدق إن مفيش أمل. أنت مش فاشل، أنت بس تايه شوية، وأول ما تفهم نفسك هتعرف تتحرك. الفهم هو أول طريق للراحة. كنت معاكم إيمان، أشوفكم في حكاية جديدة.